وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآية فيها إشارتان. الأولى أن محبة الرسول ما دامت في القلب، وأن حب ما جاء به الرسول ما دام في قلب العبد، فإن العبد لا يعذبه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإشارة الثانية: كيف إذا كانت محبة رسول الله منجية للمحب من العذاب في الدنيا والآخرة بمحبة الله ووجود الله جل في علاه في قلب العبد، فإنها منجية من باب أولى، فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة.